السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله من قناتكم قناة إسلام تيفال. الموضوع بتاع الحلقة بتاعت النهاردة والفيديو بتاع النهاردة موضوع ناس كتيرة جدا بتسألني عنه. برضك أنا بحاول أختار المواضيع اللي طلبة كتير جدا بتسألني فيها عشان أحب أوضح الأمور وأفسر كل حاجة لكل الناس. طيب النهاردة هنتكلم عن ناس كتير بتسألني هو أنا كخريج كلية زراعة أو أنا في كلية زراعة ينفع أفتح صيدلية؟ طب ينفع أعمل صيدلية بيطرية؟ طب ينفع أفتح صيدلية بشرية؟ طب ينفع وينفع وينفع؟ كل الأسئلة ديت بتتسأل. الفيديو ده هنجاوبكم على الأسئلة ديت. أولا، ينفع تفتح صيدلية؟ ينفع، بس ما ينفعش تخش كلية صيدلة، ما ينفعش تكمل كلية صيدلة، ما ينفعش تكمل طب بشري، ولكن ينفع تعمل صيدلية، أو بالمعنى الأصح هي ما اسمهاش، مش مسمى بتاعها من صيدلية، أو بيطلق عليها صيدلية زراعية، ولكن هي في الأصل مش مسمى بتاعها صيدلية زراعية، ولكن هو بيكون بيطلق عليها صيدلية زراعية اللي هي محل أو متجر أسمدة ومبيدات وأدوية زراعية. متجر أسمدة ومبيدات وأدوية زراعية، ده بالنسبة لخريج كلية الزراعة إن يقدر إن هو يفتح المحل ده أو المتجر بتاع الأدوية والمبيدات الزراعية والأسمدة. طيب عشان تعمل اصلا انت كخريج كليه زراعه، بما ان انت خريج كليه زراعه مهما كنت اي تخصص، بما ان انت خريج كليه زراعه ايا كان التخصص بتاعك، انت ليك الحق ان انت ترخص او تفتح محل مبيدات واسمده وادويه زراعيه. حضرتك تقدر تفتح كده فعلا، سواء لما تكون خريج كليه زراعه معاك الحق ان انت تعمل محلين، ترخص محلين كحد اقصى كخريج كلية الزراعة. وعشان ترخص المحل ده او تفتح المحل ده في بعض الشروط اللي انت لازم تستوفيها. اهم حاجة او اهم بند عشان تفتح محل ده او المتجر ده او الصيدلية الزراعية ديت ان انت تكون خريج كلية زراعة، تكون بمعنى صح مهندس زراعي ومسجل في نقابة الزراعيين. لو انت مش مسجل في نقابة الزراعيين للأسف انت مش هينفع ان انت تفتح محل المبيدات ده، فلازم والأسمدة، فلازم تكون خريج كلية زراعة وتكون مسجل في نقابة الزراعيين، تمام، وتكون حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية. طيب الشروط اللي انا هقولها دلوقتي دي الشروط لازم تكون موجودة عشان تقدر تاخد الترخيص بتاعك. ايه هي الاوراق المطلوبة بقى للاستخراج عشان تطلع الترخيص دوت او تعمل محل اسمدة او مبيدات؟ اول حاجة بتطلع رخصة، بتجيب رخصة من الوحدة المحلية التابع لها، بتجيب رخصة من الوحدة المحلية، بتعمل بطاقة ضريبية مبين بها النشاط بتاعك، صورة، طبعا كل الأوراق دي تاخد منها صور، ولو في أصول أنا هقول لك تاخد الأصل معاك. تالت حاجة بتطلع مستخرج من السجل التجاري يكون مبين به النشاط، وده بتاخد الأصل منه، وبتطلعه من المكتب السجل التجاري اللي موجود في المحافظة اللي انت فيها. يبقى قلنا رخصة الوحدة المحلية التابع ليها، البطاقة الضريبية مبين بها النشاط، تعمل بطاقة ضريبية وتبين بها النشاط، طلع مستخرج من السجل التجاري بالمحافظة، من السجل التجاري في المحافظة اللي انت موجود بيها، بتجيب شهادة من نقابة المهن الزراعية أو نقابة الزراعيين من المدير المسؤول عن النقابة، ده بيبقى أصل، المستخرج من السجل التجاري بيكون أصل، رخصة الوحدة المحلية بتكون صورة، البطاقة الضريبية بتاخد صورة منها. تعمل حاجة اسمها جواب تأمين على التأمين على المهندس او المدير المسؤول، بتطلع جواب اسمه جواب التأمين، ده بيكون عن ان اللي انت اللي هيترخص باسمه المحل او المتجر ده. انت كمهندس، اللي هو انت كمهندس زراعي لازم تبقى عامل تأمين على نفسك، وده بتعمله في التأمينات الاجتماعية، وده بتقدم الأصل. لما تروح التأمينات الاجتماعية وتقول أنا عايز أعمل تأمين عشان أنا هفتح أو أرخص محل مبيدات، بيعملوا لك التأمين دهوت. بتجيب جواب من البيئة وبتاخد أصل وصورة أو صورة طبق الأصل، بتطلع جواب من البيئة، تروح وزارة البيئة وتقول لهم أنا عايز أعمل محل، أفتح محل وعايز جواب عشان أرخص المحل بتاعي. لازم تاخد معاك رسم، تعمل رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي، تجيب مهندس معتمد ومسجل في نقابة المهندسين يعمل لك رسم هندسي للمحل أو للمكان اللي انت هتعمل فيه، ممكن صورة مش لازم الأصل. لازم يبقى في عندك عقد إيجار أو تمليك للمكان اللي انت هتعمل فيه المحل دوت أو المتجر دوت، لازم يبقى معاك عقد إيجار أو معاك عقد تمليك بالمكان دوت، ويكون موثق في الشهر العقاري.
بيعوزوا طبعا منك بطاقة الرقم القومي لو انت اللي هترخص، ومين اللي هيبقى المدير بتاع المكان او المسؤول عن المكان، صورة من بطاقة الرقم القومي بتاعة المسؤول عن المكان والشخص اللي هيرخص المكان باسمه. بعد كده بتيجي بعد كده بتجيب معاينة من الإدارة الزراعية التابعة ليها، بتروح الإدارة الزراعية التابعة ليها في المكان اللي أنت فيه، يعني كان المحافظة بتاعتك، بتروح الإدارة الزراعية وتطلب منهم معاينة، وبتاخد الأصل بتاع المعاينة، بيعملوا معاينة ويطلع لك أصل. وطبعا بتاخد معاك فايل أو دوسيه عشان تجمع فيه كل الأوراق ديت اللي أنت عايزها. طيب طبعا في شروط بقى لو انت هتشتغل في الادويه بس، في المبيدات بس، او انت هتشتغل في الاسمده، في بعض الشروط الخاصه كده بكل واحده فيهم. لو انت هتشتغل اسمده في المبيدات لازم تعمل حاجه معينه كده، في دوره اسمها دوره تدريبيه من لجنه المبيدات المهندسين الزراعيين. ديت دوره بتقدمها مديريه الزراعه، لازم تكون حاصل على الدوره ديت، دوره مطبقه المبيدات. الدورة دي انت لازم تكون حاططها واخد الشهادة بتاعها، بترفقها مع الأوراق، بتدفع الرسوم بتاعة بتدفع الرسوم تقريبا 100 جنيه، أو ممكن تكون تختلف شوية، 120 جنيه بالبنك المركزي المصري. بيبقى في حساب لوزارة باسم الخزنة الموحد وتبع وزارة الزراعة والمعمل المركزي للمبيدات. بتحول في رقم حساب، رقم الحساب ده لو تحبوا هبقى اكتبه تحت الفيديو عشان الناس اللي عايزة تعمل يعني تحول عليه الفلوس. وبتعمل حوالة بريدية باسم بمبلغ 1 جنيه، بيكون باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات ودمغة ومعرفش وكده. ده بالنسبة للمبيدات، لو عشان يبقى موضوع المبيدات كده منتهي. بالنسبة للأسمدة بقى، عشان تضيف لو انت هتفتح أسمدة مع المبيدات لازم تعمل حوالة بريدية بمبلغ 5 جنيه باسم الهيئة العامة للبحوث الزراعية، ورسم وتدفع رسوم 150 جنيه ودمغة اللي هيقولوا لك عليها. تمام. دي كل الخطوات اللي انت محتاج، او الحاجات اللي انت محتاجها عشان ترخص محل مبيدات او متجر مبيدات واسمده زراعيه. طيب الاوراق المطلوبه بقى، في ورق بيبقى مطلوب عشان تاخد الدوره التدريبيه عشان المبيدات، دوره مطبقي المبيدات. الورق المطلوب عشان تسجل في الدوره ديت بيبقوا عايزين صوره شخصيه، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة الكارنيه بتاع النقابة، وطبعا ان انت تكون معاك شهادة الكلية او ما يثبت ان انت خريج كلية زراعة، او يكون ده موجود في البطاقة بتاعتك. طيب شروط الترخيص لمحل مبيدات، المحل لازم في شروط معينة تتوفر في المحل عشان اقدر ارخصه كمحل مبيدات. في بعض الشروط ان المساحة بتاعت المحل ما تقلش عن 11 متر ونص، مش اقل من كده، ممكن اكتر زي ما انت عايز. ان المسافة بين محل المبيدات واي محل مواد اغذية ما تقلش عن 25 متر، ما تقلش عن 25 متر في كل حال من الاحوال. يعني انت عشان تفتح محل مبيدات ما ينفعش تفتح محل مبيدات جنب محل مواد غذائيه، جنب سوبر ماركت، لازم على الاقل يكون في فاصل ما بينكم 25 متر. ان الباب بتاع المحل يكون من الصاج او من الحديد، يكون فيه فتحات تهوية سواء شفاطات هواء، على الأقل العرض بتاعها 40 سنتي. السقف لازم يكون أسمنت، الأرضية أسمنت. وبيجي ناس تعمل معاينة للمحل بعد استيفاء المستندات المطلوبة عشان يشوفوا الشروط المطلوبة للمحل. لو انت مجهز الأوراق بتاعتك دي كلها وعملت الخطوات دي كلها والمحل بتاعك متوفر فيه الشروط، هتاخد الرخصة، هيطلعوا لك الرخصة على طول مباشرة خلال يومين أو 3 هيكون معاك الرخصة بتاعتك، وتبدأ تمارس النشاط بتاعك وتجيب الأدوية والمبيدات بتاعتك وتشتغل. ده بالنسبة للناس اللي هي عايزة تفتح مشاريع وبتسأل عن مشاريع من كلية الزراعة، حتى انت سواء كنت أي قسم إنتاج حيواني، قسم إنتاج نباتي، قسم وقاية، قسم أمراض، بايوتكنولوجي، صناعات غذائية، أي اقتصاد، أراضي، اي محاصيل، اي قسم من اقسام كليه الزراعه لك الحق ان انت تفتح محل مبيدات واسمده زراعيه، وفي ناس بتطلق عليها الصيدليه الزراعيه. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد وفي ناس تستفيد منه. ولو لقيت ان الفيديو ده مفيد ليك او انت استفدت منه، يا ريت تعمل مشاركة للفيديو وتنشره بين زمايلك، بحيث لو حد بيسأل او عايز محتاج المعلومة يقدر يلاقي المعلومة جاهزة، بحيث ما يسألش كتير وما يتوهش، حاجة جاهزة قدامكم. ويا ريت لايك واشتراك في القناة، ده بيدعمني جدا.
واتمنى ان تكونوا استفدتم من الفيديو، واشكركم واشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله مع قناتكم قناة اسلام تفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.